السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو كيف ما العاده. قبل ما نبداو نصليو على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم دي ميني كيك اللي كيجيو زوينين بزاف، كيجيو راقيين هماويين، مكوناتهم بسيطه وطريقه تحضير جد سهله، ولكن النتيجه كتجي رائعه. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وينالوا الاستحسان تاعكم. وإلا عجبكم بطبيعة الحال ما تنساونيش من التعاليق تاعكم الزوينة ولا لايك، واللي اول مره كيزور القناه ما ينساش يشترك ويدق الجرس باش يوصلوا اي جديد. ويلا اكتشفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. وبسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات، مكونات اللي بسيطه. عندي هنا 3 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيفوا ليها كاس لاروب ديال السكر سنيده، وغنضيفوا ليها نسموها بسكر الفاني، قبيصه ديال الملحه. كيف ما العاده نخدموا مزيان داك البيض مع داك السكر حتى يذوبوا لينا. نقدروا نستعملوا غير الضراب الكهربائي، ماشي ضروري نستعملوا الباتور. المضرب زعما نقدروا نستعملوا غير الضراب اليدوي، ماشي ضروري نستعملوا الضراب الكهربائي. قاضي الغرض. المهم نخدموا مزيان داك البيض مع داك السكر بالطريقه دي كما كتشوفوا معايا. وهنايا غادي نضيف واحد اليوغورت. اي نكهه. انا هنايا ضفت نكهه ديال الفاني باش هكذا نقدر ندير نكهات من بعد اللي بغيت. وتقدروا تعوضوه بالحليب. هنايا ضفت واحد نص كاس نتاع الماء اللي يكون دافي، ونخلط المكونات مزيان. من بعد غادي نضيف واحد كاس لاروب نتاع الزيت. وزيت هي كيف ما العاده نخدموها شويه بشويه، ندخلوها مع الخليط نتاعنا. وحنايا كنخلطوا حتى نكملوا داك الكميه ديال الزيت اللي عندنا كلها. هنايا من بعد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق اللي دخلت ليا هي 2 كيسان ديال الدقيق. ضفت الكاس الاول وغادي نضيف الكاس الثاني، وغادي نضيف ليه 2 ساشيات نتاع الخميره ديال الحلويات. ونخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى ينسجموا لينا ويتجانسوا لينا. كما كتشوفوا معايا غادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى يدخل لنا داك الخليط ويكون القوام ديال الكيك كما كتشوفوا. بالنسبه كيف ما قلت لكم، الدقيق دخلت ليه 2 كيسان ديال الدقيق، ولكن كيبقى دائما الدقيق حسب الخليط. هنا كيكون هذا هو القوام ديال الكيك كيف ما كتشوفوا معايا. وهنايا غادي نحاول انني هكذا نوزعو في زليفات ولا في شي حاجه، باش هكذا نضيف لهم النكهات. بالنسبه للنكهات، ضيفوا النكهات اللي متوفرين عندكم والنكهات اللي كتحبوا. ماشي ضروري ديروا هاد النكهات اللي غادي نضيف انا درت داكشي اللي متوفر عندي، وكنتو ديروا داكشي اللي متوفر عندكم واللي كتبغيوه. هنا كما كتشوفوا معايا درت 3 ديال الاقسام، ولكن انا غادي نخرج منهم كثر. هنا بالنسبه للشكل الاول غادي نديروه بالشوكولا. ضفت له واحد المعلقه ديال الشوكولا ديال الكاكاو، وغادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال الماء، هكا باش من داك الشوكولاط ما يخترش ليا داك الخليط نتاعنا. ضفت له معلقه ديال الماء وغادي نخلط المكونات مزيان من بعضياتهم حتى ينسجموا ليا. كما كتشوفوا انا غادي نخلط مزيان داك الكاكاو مع الخليط، وغيكون هذا هو الشكل الاول. بالنسبه للشكل الثاني ضفت ليه واحد معلقه ديال ديال الشوكولا فيرميسيل. كما قلت لكم نتوما ضيفوا اللي بغيتو اللي متوفر عندكم. هنا كنخلطها مزيان كيجي داك المنظر نتاعو، داك الشكل تاعها كيجي زوين. وبالنسبه للشكل الثالث هنايا ضفت ليه قشور ديال الحامض. تقدروا تضيفوا قشور البرتقال، تقدروا تضيفوا نكهه البرتقال او الحامض او اي نكهه متوفره عندكم. انا ضفت داكشي اللي متوفر عندي. وكانوا هادو هما النكهات بثلاثه اللي غادي نشكل بهم هذاك البلاطو نتاعي، ديال الشوكولا ونتاع شوكولا فيرميسيل ونتاع الحامض. انا هنايا خديت هاد لي بوشي هادو وغادي نوضع فيهم الخليط نتاعي. الا ما كانوش متوفرين عندكم تقدروا تستعملوا غير المعلقه. انا هاد لي بوش هادو كيساعدوا باش كتخدمي بسرعه وحتى الخدمه تاعك كتكون نقيه. في كل بوش درت واحد الخليط من الخليط اللي حضرنا من قبل بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا هكا. ومن بعد غادي ناخذ ليمون وغادي نوضع فيهم الخليط نتاعي. هنايا بالنسبه لليمون، كل مول درت ليه الشكل اللي غادي ندير فيه كذا باش كنت عارفه التزيين اللي غادي نزينو كيفاش غادي يجي. وغتجيني الخدمه تكون كما قلت لكم نقيه وواضحه. بالنسبه للشكل الاول درت فيه هذا الشكل هذا اللي كيجي على شكل تيغ اللي كيجي مرشوش بالشوكولا فيرميسيل بالطريقه هذه. بالنسبه لهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا في هذا الليمون هذا غادي نخرج منه 2 ديال الاشكال. نشارك ان شاء الله معكم من بعد في التزيين. هنا كما كتشوفوا كيساعدني هذاك لوبوش باش كنوضع به داك الخليط. وكما قلت لكم الا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تستعملوا غير بمعلقه صغيره
وتوضعوا الخليط نتاعكم في ليمون. هنايا البنات ضروري أنكم ما تعمروش هادوك ليمون السيليكون حتى للفوق، تخليو ليهم فاش ينتفخوا باش هكذا ما يفسدوش ليكم ويجيكم الشكل ديالهم ما زوينش. بالنسبه للشكل الثاني اللي درت ديال الشوكولا كما كتشوفوا معايا، حتى هو ما تعمروش بزاف، ديما خليوه واحد الثلثين، اللي عمروهم ثلث خليوه باش هكذا كينتفخوا، حتى درنا فيهم جوج ديال الخميرات الحلويات بهذا الشكل هكذا كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للشكل الثالث حتى هو درنا في ديال الحامض اللي كيجي مذاق نتاعو زوين بزاف. وهنا البنات ما ننساش معكم من بعد ما نعمروهم ضروري هكذا نضربوهم مع سطح العمل باش هكذا يخرج منهم ديك الهواء ديالهم. هنايا بالنسبه للشكل الثالث كيف ما كتشوفوا معايا، ديال الحامض حتى هو درتو في هاد القوالب هادي كيف ما كتشوفوا، كيف ما قلت لكم ضروري هكذا نخبطوهم مع سطح العمل. هذا بالنسبه للتزيين، زينته باللوزيفيلي مع لي فخوي كونفي. بهاد الطريقه هادي كيما كتشوفوا كيجي الشكل نتاعهم زوين. تقدروا تزينوهم بلي بيبي شوكولا، تقدروا تزينوهم باي حاجه متوفره عندكم، المهم اللي متوفر عندكم، بلوز كونكاسي، كاوكاو كونكاسي، كاكاو كفيلي. هنايا البنات بالنسبه لهاد الشكل هذا بقى لي شويه د الخليط من الكحل وشويه د الخليط من الشوكولا، وضعتهم هكذا في هاد الليمون هذا كيما كتشوفوا معايا، حتى هما جا الشكل نتاعهم زوين. وكانوا هادو هما الاشكال اللي حضرت معكم. نوضعوهم في واحد الطاوه وندخلهم للفران درجه حراره 180، ما كياخذوش الوقت نهائيا باش كيطيبوا. وكيجي هذا هو الشكل نتاعهم من بعد ما خرجتهم من الفران كيفاش كيجيو محمرين. كيما قلت لكم البنات ردوا ليهم البال مزيان، راه ما كياخذوش الوقت باش يطيبوا. وبالنسبه لهاد الشكل هذا كيما كتشوفوا معايا حتى هو كيفاش جا، حتى هو غادي نحضر منه جوج ديال الاشكال. وكيجيو صراحة كيجيو زوينين وكيجيو بنان وكيجيو هشاشين وكيجيو راقيين. وصراحة بحال ما عرفاش محضره في هاد البلاطو نتاعك، وهما ديما ملي كيكلي مكوناتهم بسيطة او سهلة، ولكن من بعد الزين تاعهم كيجيو راقيين وكيجي الشكل نتاعهم زوين بزاف. وكيف ما شفتوا معايا راه دغيا كيتحيدوا لكم من بعد ما كيبردوا، كيتحيدوا لكم بكل سهولة. هنا البنات كما كتشوفوا معايا بديت كنحطهم في البلاطو. بالنسبه للشكل هذا اللي شاركت معكم كيفاش كيجي الشكل الثاني حتى هو. هنايا درت لهم واحد الدهنه خفيفه بالناباج باش كيجي فيهم داك اللمعان كما كتشوفوا معايا. والشكل الثالث حتى هو كيف ما كتشوفوا داك الشكل من بعد ما قلبته كيفاش جا. تقدروا تعمروا داك الحفر بشي شوكولا بشي حاجه، المهم كيبقى لكم تزين زينوه كيف ما بغيتوا. وبنات وبالنسبه لهذا الشكل هذا راه هو داك الشكل الاخر اللي صاركت معكم، غير قلبته وجا فيه داك الحفره هكذا عمرتها بشويه نتاع الكراميل. يعني كما قلت لكم واحد الشكل في واحد لومول استعملته على جوج ديال الانواع وجا الشكل مختلف تماما بحال كاع ماشي هو نفس الشكل. الشكل الاخر توا ديال الشوكولا وضعت فوق منه داك لي سوغيز هكذا. سمحوا لي. والشكل الاخر حتى هو كيف ما كتشوفوا معايا حتى هو كيفاش جا. وبالنسبه لهذا الشكل هذا حتى هو خليته بداك الشكل تاعو، حتى هو عجبني المنظر نتاعو، قلت علاش لا حتى هو ما نديروش بجوج ديال الاشكال. وكان هذا هو البلاطو ديالنا كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي راقي، كيجي هماوي. صراحه تقدري تحضريه بلاصه الا ما عندكيش الحلويات، تقدري تحطي بلاصه الحلويات كيجي شبيه لي فينونسي. كما شفتوا معايا المكونات بسيطه بلا لوز بلا حتى شي حاجه، مكونات بسيطه بزاف. كيفاش كيجي هشيش، كيجي خفيف، كيجي زوين 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 بزاف، وكيجي رطب. والله البنات الا جربتوه ما غاديش تندموا. كيجي كيف ما كتشوفوا معايا كيجي ماوي هكا تحضروه في الطاوله تاعكم في المناسبات. يعني واحد البلاطو اللي صراحه ديال تحميره الوجه. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، وكتجي العجينه نتاعو كتجي خفيفه وكيجي هشيش وكيجي رطب. نتمنى ان شاء الله يعجبكم ونال الاستحسان تاعكم، ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر.